السلام عليكم. دي اللوجن اللي احنا اتكلمنا عنها بخصوص البارومه في وش السلندر. تمام. وفي مشكله في الجوان والسخونيه والغليان، وكل مره تضرب غطا ميه، تضرب خرطوم ميه، تضرب علبه ميه. تمام. فنبص مع بعض النتيجه قبل الشغل وبعد الشغل. ممكن نعرف محمد؟ بصوا يا جماعه، طبعا اللي شاف الفيديو في الاول هيلاحظ ان المجر الميه اللي كانت متاكله، بصوا كانت عامله ازاي وكانت عامله ازاي. ده كله اتلحم اهو. على فكره يا جماعه، الوشاش دي بسبب البارومه. ثلاث ارباع الصناعيه بتقول للزبائن غيروا وش سلندر كامل، فرغم ان الوش ممكن يتقشط وممكن يتزود ومكان البارومه ويتميل لحمات ويتعمل له قواعد ودلايل وروديه وفريزه، بحيث ان احنا نرجع الوش زي الاول بالظبط. ممكن محمد النهارده كده معلش؟ الخواجه هنا بيبقى عامل هنا يا محمد المقدار ده. المقدار ده بيبقى فيه مقدار كده هنا عالي شويه مكان صباعي، حوالي 3 مللي او 4 مللي. فينا شفه اهي. تمام. الشفه دي معايا ليا حق ان انا اكل من الوش ده مره واثنين وثلاثه عادي، لان الجوان في منه ملي وملي ونص و2 ملي، وممكن احط جوان دوبل عادي، يعني ممكن احط جوانين عادي مش مشكله. تمام. بس الرك هنا على ايه؟ ان الصنايعي اللي يشتغل ما يكونش فيه بارومه في مجرى الميه، ما يكونش فيه بارومه في وش السلندر، ما يكونش فيه كبس الموتور طالع على كبس البستم. تمام. وبرده سبب المشكله دي كلها موضوع الميه العاديه. الميه العاديه هي اللي بتعمل صدى وبتعمل تاكل وبتعمل جوان وبتدمر الدنيا. فاحنا برده ممكن نعرف كده معلش. تمام. ده احنا قلنا الجوانه دي اللي هو طبعا البارومه طبعا واكلاه ماشي. وطبعا في طبعا هنا سخونيه، ده كله فيه بارومه وفتح معاك. بصوا يعني ايه فتح معاك مجرة الميه على الزيت، عشان كده بقى بتسخن مع صاحبها وبتضرب معاه جوان او بتنفر معاه ميه. طبعا ده الجوان الجديد، ده شكله، ده الشكل بتاعه. طبعا دي كلها مجر زيت، زيت ده كله زيت. تمام. دي ميه. طبعا دي كانت هناك ضربه وعامله بارومه وفاتحه ميه على البستم بسبب ان الالومنيا متاكله. طب لو الالومنيا عندي مش متاكله، الجوان هيشتغل ويشتغل لمدى طويل ويتضمن، يبقى عليه ضمان. فالفكره هنا في ايه؟ لو الجوان ركب على الوضع اللي هو الاولاني بتاع البارومه والالومنيا، يبقى احنا كده ولا كأننا عملنا حاجه. لازم الاول اعالج الشيء من اساسه، او بمعنى اصح اعالج العيب من جذوره. تمام. علشان المشكله تروح. لو انا عملت كده انا يا باشا هضمن ده فوق السنه وفوق السنتين. انا بفضل الله معمر شغل وعامل شغل معادي 3 سنين مع ناس. انا الحمد لله طول ما انا بعمل الشغل بنظام، او يعتبر زي ما بيقولوا كده وايه 1 2 3 خطوات. ما ينفعش اقول مثلا 4 7 8 او 4 او 1 3 4. تمام. فهو بيبقى فيه حاجات لازم تيجي واحده واحده. فاحنا كده ان شاء الله لحمنا كده وخلصنا وقشطنا وهنقفل وربنا يسهل. تمام.